إخواني أخواتي السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير من خلال هذه الإطلالة. مرحبا بكم مرة أخرى معايا في قناة بن الشيخ تران. في البداية لابد بحال العادة نشكركم على التفاعل ديالكم وعلى الاشتراكات ديالكم وكذلك التشجيع ديالكم والأسئلة اللي تطرحوها عليا متتبعينا الكرام. اليوم إخواني أخواتي واخا يعني هذه القناة خاصة يعني بالقطار وما يهم مجال القطارات. اليوم ارتأيت بحال اللي كنقول لكم ديما فيما تيكون شي حدث مهم سواء كان زوين ولا خايب تنتقاسموا مع متتبعينا الكرام. واليوم الحدث اللي جميل وزوين هو أن المنتخب المغربي الأولمبي استطاع بجدارة واستحقاق أن يحصل على الميدالية البرونزية وبذلك يحتل المرتبة الثالثة بفوزه العريض على المنتخب المصري الشقيق بستة إصابات لصفر. إخواني أخواتي، هذا لا يعني بأن المنتخب المصري منتخب ضعيف. المنتخب المصري منتخب قوي، وقبل ذلك تنعرفوا بان يعني المقابلات ديال المنتخب المغربي مع نظيره المصري الشقيق ديما تكون فيها واحد الحده، تكون بحال الديربي مع ملي تلعبوا كذلك مع توانسه ولا مع الجزائريين. ديما تكونوا المقابلات واخا تكون يعني هذيك الفرقه في اضعف حالتها، ولكن ضد المنتخب المغربي ديما تتكون ديك الحده. اذا حظ وفير ان شاء الله للمنتخب المصري في مسابقات قادمه، ومبروك والف مبروك ومليون الف مبروك للمنتخب المغربي اللي شرفنا وشرف الكره المغربيه والعربيه والاسلاميه. ومن خلال هذه الميداليه هناك عده ارقام قياسيه اللي تحطمات. تنعرفوا بانه ديما عاوتاني كنا اول منتخب افريقي عربي اللي داز الدوزيام تور في الدور الثاني لكاس العالم في 1986. من موراها جات كنا اول بلد عربي افريقي اللي لعب نصف النهائي في كاس العالم قطر 2022. وهذه يعني باش يعني هذا إن دل على شيء فإنما تدل بأن المغرب ديما عنده هذه الريادة، وهذا ما تيجي غير بواحد العمل اللي تيكون صحيح ومبني على أسس قوية، مبني على التكوين، على بناء أكاديميات، وبحال اللي عندنا أكاديمية محمد السادس والفروق المغربية الكبيرة اللي عندها حتى هي المدارس كرويه، وكذلك اللعابه ديالنا اللي تيلعبوا خارج الوطن. مره اخرى الف مبروك، لان راه شفنا المنتخب المصري راه تنشوفوا اللعب ديالو. راه المنتخب المصري تمكن باش ينتصر على اسبانيا، وتمكن باش ينتصر على الباراغواي، وتمكن باش المنتخب الفرنسي حتى الاشواط اضافيه عاد خسر، ربما عاد انهزم، ربما يعني خانته يعني القوه البدنيه. اذا مره اخرى هنيئا المنتخب المغربي، شرفتونا، وكان ضروري ندير هذه الاطلاله واللي غادي نهضر فيها على هذا الحدث. كذلك هنيئا المغاربه والشعب المغربي وملك المغرب على الميداليه الذهبيه اللي حصل عليها البطل العالمي الاولمبي سفيان البقالي، اللي طلع للبوديوم وخلى العلم المغربي والنشيد الوطني يتسمع في الديار الفرنسيه. وواحد اللقطه اللي جميله واللي عجبتني واللي عطاتني ذاك ربط الماضي بالحاضر، منين البطله المغربيه الاولمبيه نوال المتوكل هي اللي علقت له الميداليه. وهذا كان ربط الماضي بالحاضر. كنا في 82 وحنا دابا في 2024، وهذه بحال اللي تتعرفوا الميداليه الثانيه الاولمبيه اللي تياخذها سفيان البقالي. خداها
في طوكيو تنظن في 2020 وخداها دابا ب 2024 رغم الاصابه اللي كانت عنده. راه صعيب باش واحد الممارس كيفما كان نوعه انه يبقى في لو توب ديال لو نيفو ديالو 4 سنين. يعني باش دي دو ميداي دور يعني كل 4 سنوات تنظن حتى البطل العالمي السابق هشام القروج كان دارها. اذا اخواني اخواتي، مبروك مبروك. ودابا بحال اللي قلنا المغاربه يعني المنتخب المغربي الاولمبي راه خدا بحال اللي قلت لكم ربح عن جداره واستحقاق. لاننا احنا في الحقيقه كان اقل ما كنا نستحقوا هو نلعبوا النهايه ونديو الفضيه ولا الذهبيه ضد المنتخب الاسباني. بحال اللي قلت لكم في حلقه سابقه كانت بحال الشمته ولكن خلينا فيها شويه، ولكن رب ضاره نافعه. لانه راه هذا الشيء اللي تنفتخروا به خصهم يفتخروا به اللعابه ديالنا والشعب المغربي، ان الدراري واخا تشوكاو في ذاك الماتش مي ايزون بي باش يوليو يوقفوا على رجليهم. بحال اللي تنقولوا رب ضاره نافعه. وقعت لنا مع اوكرانيا، خسرنا حتى لاخر لحظه يعني بواحد الخطا. وراه لا بد مباريات كره القدم شحال من فريق تيكون لعب مزيان وفي الاخر تجي واحد الخطا اللي ما تيكون عفو ماشي عفوي تيجي هكاك وتصدق الفريق يعني خاسر. اذا مبروك للمنتخب المغربي. الحقيقه متعتونا واستمتعنا معكم في الحقيقه. يعني شنا اللي لاحظنا في المقابلات كامله ديال المنتخب المغربي لعب بنفس الاسلوب حتى تحس بالدراري لاعبين فرحانين. راه هذا هو اللي ما كانش عندنا شحال هذه. يعني تتلعب وانت تستمتع. وراه باش تلقى فريق تيلعب وهو تيستمتع باللعب ديالو راه ما عمرك تخاف عليه. واون بليس دو سا ربحنا فريق كبير ديال المستقبل. جو دي بيان فريق ديال المستقبل. الدراري كلهم دي جون تقدر تلعب بهم لا كوب دي موند 2026 وان شاء الله حتى لا كوب دي موند ديال 2003. اذا بحال اللي قلت لكم حطمنا بزاف الرقم القياسيه. المنتخب المغربي ماركا تقريبا سجل 17 هدف دي 7 بوت، يعني ديال واحد لا موين تنظن شي 2 بوت يعني 2 اصابات في المقابله. وهذا الشيء ليس بالسهل. وباش تربح الفريق المصري 6-0 راه ماشي شي حاجه اللي هي سهله. وتربح الارجنتين وتربح الولايات المتحده كذلك. اللاعب الانيق سفيان رحيمي حتى هو لحد الان هو تنظن اول هداف في هذه الدوره. ويعني وحطم في الاول حطم الرقم القياسي على الصعيد الوطني ديال فراس. دابا حطم كاع الارقام، يعني حتى شي لاعب يعني عربي وصل هذا العدد تنظن ديال 8 الاهداف. اذا رغم ذلك اخواني اخواتي ماشي تلقى الاعذار حتى المنتخب الاولمبي. انا ماشي تقني في المجال ولكن تنعطي رايي كمتتبع كجمهور. وانا بحكم عندي هذه القناه قلت انا نشارك بالفرحه ديالي من خلال هذا الفيديو باش نعبر على الشعور ديالي. تنعرفوا بان السكيتيوي عاد خدا وتنشكروا الطاقم التقني من مدرب من يعني من تقنيين من الجامعه من يعني كاع الناس اللي ساهموا واللي عطاونا هذه التحفه. انا تنسميها تحفه فنيه لان كل مقابله واخا تنتفرجوا بالاعصاب ديالنا وبهذا مي في الحقيقه استمتعنا. واللي بغى يستمتع حتى تتسالي الماتش ويعاودوا ويشوف ذاك اللاعب راه غادي يحس بواحد الشموخ. لان فعلا حسينا بان عندنا فريق مكتمل ديال كره القدم. عندنا تبارك الله الدراري رقيقيه والدراري باقيين صغار وولاد الجاليه المغربيه وتيحب كلهم تيبغيو هذه البلاد. وكي قال طارق سكيتيوي ديما قالها شحال اي استجواب معاه او اي حوار تيقول لك هذا الرجال يعني هو اللي عايش معهم وعارف اش تيقول. تنعرفوا بان كاين بعض الفروق اللي ما بغاتش تعطينا اللعابه ديالنا بحال شادي رياض والتيباري. يعني حتى هذوك راه كان غيكون عندهم واحد الدور. ولكن هذه البدايه ومازال هذه البدايه ومازال من هنا لقدام. دابا الفلاكوب دي مونت كلاسينا رابعين. حنا في الالعاب الاولمبيه دينا
ميداليه برونزيه. اذا دابا حتى ليسبري ديال اللعابه غيولي عندهم داك يعني ليسبري دو فانكر، يعني ما غنبقاوش نمشيو من اجل المشاركه او من اجل المشاركه المشرفه او انما غنمشيو باش نطلعوا البوديوم. واي مسابقه ان شاء الله الا بقينا غاديين في هذا الطريق، اي مسابقه غادي ندخلوا لها ان شاء الله غادي يجيب الله التيسير. يعمل تيقول لك الله سبحانه وتعالى اعمل عبدي وانا نعينك. الانسان تيتوكل على الله تيدير اللي عليه راه ربي ما تيخيبش. اخواني اخواتي، شكرا على الانتباه ديالكم. وهذه الحلقه درتها غير باش نعبر كرأيي كمواطن بهذه الفرحه اللي شعر بها بهذا الانجاز التاريخي اللي داروا المنتخب المغربي لكره القدم، وكذلك باش نهنئ البطل العالمي والاولمبي سفيان البقالي. وان شاء الله الناس اللي باقيين مشاركين تنتمنى لهم حظ سعيد، والى اللقاء في حلقه مقبله بحول الله وقوته.